صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. النهارده بقى يا ست الكل هعمل لك حاله بارد وسريع سهل جدا، التراميسو اللي هو بتاع الغلابه فعلا، بدون بقى لا كريمه ولا زبده ولا الكلام ده خالص. هنعمل له بسكوت عادي خالص، واي بسكوت عادي عندك ممكن تعملي بيه. بس في بدايه الفيديو كده هوريكي بعض الفيديوهات اللي احنا عملناها مع بعض على القناه، واسيب لك اللينكات كلها في صندوق الوصف. بس قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل خلق أجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب للصفحة المميزة. أتمنى يا جماعة تشاركوا الفيديو ده بين أصدقائكم علشان تعم بالفائدة للجميع. ولو بتشاهدوني من على التيك توك أتمنى تنوروني تشرفوني على قناتي على اليوتيوب، هكون سعيدة جدا بيكم. واللي مش عارف يدخل القناة ازاي، خش الصفحة الرئيسية بتاعة التيك توك هتلاقي كلمة اليوتيوب اضغطي عليها هتوصلك للقناة على طول. قناتي اسمها الوصفة المميزة مع تغريدة الصباح، ويلا بينا. مبدئيا كده أنا معايا ربع كوباية مية مغلية سخنة، ومعايا حوالي معلقة إلا ربع كده من النسكافيه اللي هي قهوة سريعة الذوبان، وهنبدأ ندوبها في المية المغلية طبعا علشان تدوب. وهننزل كوباية من الحليب عادي خالص، كوباية بدرجة حرارة المطبخ، مش باردة ولا سخنة ولا الكلام ده خالص. ولو حابة تنكهي بالكاكاو هتحطي معلقة من الكاكاو العادي، لو مش حابة تحطي كاكاو مفيش مشكلة، يعني حابة نسكافيه بس مفيش مشكلة، هو الأصل بتاعه اللي هي قهوة سريعة الذوبان. ومعايا أي بسكوت انت بتحبيه، هتبدأي تغمسيه في الحليب والخليط اللي احنا عملناه، وبعد كده ترصيه في الصينية اللي انت هتحطي فيها. البسكوت ده يا جماعة أنا عاملاه بسكوت عادي خالص، يعني بدون سمنة وبدون زبدة ولا الكلام ده خالص، وهسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. بسكوت اقتصادي من الدرجة الأولى بتاع أمهاتنا زمان. حابة تجيبي بسكوت سادة اللي هو المربعات ده، هترصيه تغمسيه كده وتحطي بس طبقتين لأن هو بيبقى رقيق، لكن البسكوت ده بيبقى منفوخ زي ما انت حابة. وبعد كده هنبدأ نرصه في الصينية بنفس الطريقة اللي انت شايفاها. بس أهم حاجة الحليب اللي احنا بنخبز منه اللي احنا بنغمس البسكوت منه ده لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونش سخن، لأن لو سخن البسكوت هيبشنن منك. وبعد كده هنبدأ نعمله زي ما انت شايفة كده. طيب نرجع نروح بقى للطبقة التانية اللي احنا هنحطها على الوش. ومعايا 5 كوبايات من الحليب، 5 كوبايات دول يا جماعة بيعادلوا كيلو من الحليب. بدون بقى حابة تحطي قشطة تقدري تحطي لحد نص كوباية قشطة، مفيش مشكلة خالص، اللي هي وش اللبن. ما عندكيش مش مشكلة خالص، احنا عايزين نعمله النهاردة اقتصادي. ومعايا باكت واحد من الكريم كراميل، هنبدأ ننزل بيه. ومعايا معلقتين كبار من النشا، ومعايا معلقة كبيرة من الدقيق، ومعايا معلقتين من اللبن البودرة، وده اختياري، لو انت حابة تدعمي الوصفة حطيها، مش حابة يعني حابة تخلي الوصفة غنية كده حطيهم، مش حابة مفيش مشكلة خالص، مش يعني مش إجباري خالص يا ست الكل. ومعايا معلقتين كبار من السكر، طبعا السكر دي هتدوقيه، ولو لقيتي انه عايز سكر تاني هتبدأي تحطي على حسب الرغبة. هندوب الكلام ده كله على البارد الأول، وبعد كده هنرفعه على النار، نار متوسطة، تقليب مستمر لحد ما يغلي حوالي 3 دقايق. هتسيبيه يغلي كده مع التقليب المستمر 3 دقايق. شايفين؟ بعد ما غلى خلاص معايا، هننزل بكوباية من البسكوت المطحون بتعادل 100 جرام. البسكوت ده يا جماعة أي بسكوت عندك تطحنيه في الكبة مفيش مشكلة خالص. وهنبدأ ننزل بالخليط اللي احنا عملناه. لحد كده متفقين اهو، الموضوع مفيش أسهل منه. لو عندك هيبقى تقيل على الخلاط ممكن تشغليه في الكبة مفيش مشكلة خالص، واضربي الكلام ده كله في الوقت ده. لازم تديه تشوفي عايز سكر مش عايز سكر زي ما انت حابة. بعد ما ضربته في الكبة زي ما انتوا شايفين كده، انا بصراحة لقيت تقيل على الخلاط فضربته في الكبة. بنزل بيه على طول مباشر على البسكوت، وابدأ ايه اظبطه زي ما انت شايفة كده. بعد ما بظبطه كده هدخله التلاجة حوالي ساعتين. طبعا في الوقت ده طبعا تقدري تسيبيها كده من غير اي وش خالص زي ما انت حابة. بعد ما دخلتها حوالي ساعتين في التلاجة، طبعا الباكت اللي كريم كراميل بيبقى جاي معاه باكت كراميل زي ما انتوا شايفين كده، والخطوة دي اختياري، ممكن ما تعملهاش خالص. انا رشيت طبقة من الكراميل اللي هي كانت جاية مع الكيس، ممكن برضو ما ترشوش خالص. وبعد كده معايا من الكاكاو الخام المر، هنبدأ نرشه على الوش، هو المتعارف عليه يا جماعة الترميسو بيبقى كده، بترشي طبقة من الكاكاو الخام على الوش. وبعد كده تقطعيه مفيش مشكلة خالص، سهل وسريع جدا جدا، تقدري تعملي للعيد معاكي بدل كيكة ولا الكلام ده خالص، وطعمه فوق الوصف. طبعا واقتصادي للغاية، تقدري تدعمي الوصفة قلتلك بقشطة بحليب مكثف اللي انت حباه. انا عملتها لكم بطريقة اقتصادية، وطبعا تقدري تبدعي وانا قلتلك البدائل اللي انت تقدري تعمليها.
مفيش مشكلة خالص. ممكن ما تحطيش برضه كاكاو على الوش خالص، ممكن ترشي رشة من جوز الهند زي ما انت حابة، ممكن تكتفي بالكراميل مفيش مشكلة خالص. شايفين شكله طبعا تحفة وطعمه جميل جدا. هستنى منك كومنت لما تعمليه وترجعي تاني تقولي رأيك فيه. أنا واثقة إن هيعجبك بنسبة 100%. وكل سنة وحضراتكم طيبين جميعا، وعيد الأيام كلها عليكم بخير، وعيد سعيد عليكم يا أجمل متابعين في الدنيا. وأسيبكم في رعاية الله وأمانه، انتظروني إن شاء الله في فيديو جديد، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.